اي طالب في الدنيا بيبقى مستني الاجازه تيجي بفارغ الصبر عشان يبدا بقى يخرج ويتفسح ويتبسط ويعوض الايام اللي كان بيقضيها في المذاكره، وده حقك الطبيعي وفعلا لازم تعمل كده لان جسمك محتاج يرتاح ويتبسط له شويه. لكن برضه يا صديقي من الحاجات اللي لازم تعملها في الاجازه ولازم تستغل الاجازه فيها هو انك تطور نفسك، سواء انت خلاص خلصت مسيرتك التعليميه فبقيت خريج ومحتاج دلوقتي تجهز عشان سوق العمل، او انك طالب ومحتاج تستعد لسوق العمل دلوقتي عشان ان شاء الله لما تتخرج قدام يبقى معاك سي في محترم. وده بالظبط يا صديقي اللي انا جاي اساعدك فيه النهارده. جاي اتكلم معاكم عن مواقع عربيه ومجانيه بتديك كورسات وكمان فيها اللي بيديك بشهادات معتمده، وفي نفس الوقت الحاجات دي كلها اونلاين، يعني بتاخد الكورسات دي في المواعيد اللي بتناسبك وبتاخد منها المجالات اللي تناسبك. فلو عايزين تعرفوا اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلوا على النبي وتتابعوا الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخليني يلا صديقي أكلمك عن إيه هم بقى الخمس مواقع أو الخمس منصات اللي أنت لازم تستغل الأجازة وتبدأ تطور نفسك من خلالهم. رقم واحد معانا تيرا كورس. الموقع ده صديقي او المنصه دي انا لسه مكتشفها من قريب من كام شهر، بس الحقيقه صديقي هو موقع رائع جدا لان لقيت عليه كورسات ما كنتش اتخيل ان انا الاقيها بشكل مجاني. زي لو انت متابعنا هنا هتعرف ان احنا نزلنا كورس كامل عن اساسيات التسويق الالكتروني لواحد زي دكتور تامر صلاح اللي هو اصلا مدرب معتمد في التسويق الالكتروني في مصر والسعوديه والامارات، والكورس كان مجاني. لو جيت بصيت هتلاقي ان الكورس ده كان موجود على المنصه بتاعت تيرا كورس دي. كفايه بس ان انا اقول لك ان المنصه دي عليها اكتر من 900 دوره معتمده واكتر من 95,000 شهاده وفيها اكتر من 790 مدرب معتمد وحاجات تانية كتير تطمنك ان المنصه دي فعلا منصه قادره تطور منك وتطور من شخصيتك ومن المهارات اللي عندك. لو جينا بقى بصينا على الكورسات والدورات الموجوده على الموقع ده هتلاقي كورسات في اللغات والمحاسبه وبرامج الاوفيس وازاي تتعلم تصاميم الجرافيك وازاي تتعلم برامج زي الفوتوشوب ومهارات التواصل اللي عندك وتحسين السوفت سكيلز بتاعتك او المهارات الناعمه وغيرهم كتير يا صديقي من الدورات والفرص اللي هتلاقيها على الموقع ده بشكل مجاني وباللغه العربيه. وبرضه لو انت عندك لغه انجليزيه هتلاقي عليه كورسات كامله باللغه الانجليزيه. شوف انت عايز تاخد ايه فيهم وخده يا صديقي. وفي نهايه كل دوره هتلاقي ان اغلب الدورات ليها شهادات وشهادات معتمده كمان. وطبعا يا صديقي بفكرك ان اي موقع او اي حاجه هتكلم عنها في حلقه النهارده هسيب لكم ليها رابط تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو. ان شاء الله هحاول اسيب لكم لينك واحد بس يكون مجمع لكم كل المواقع وكل الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده. رقم 2 معانا هي منصه ادراك، ودي من اكتر المنصات اللي بحب دايما ارشحها للطلاب وارشحها للناس عامه، لان المنصه دي بتتميز بان الواجهه بتاعتها سلسه وسهله، يعني سهل اي حد يستخدمها حتى لو اول مره يشوفها، وكمان فيها كورسات محترمه جدا ومتعوب فيها جدا لدرجه انك ما تصدقش ان الكورسات دي مجانيه. كفايه بس يا صديقي ان اقول لك ان الشركاء بتوعها مش ناس اي كلام، ده انت هتلاقي ناس زي جوجل وشركه ميتا اللي ماسكه الفيسبوك وحاجه زي البنك العربي وشركاء تانيين كتار يا صديقي بيدعموا المنصه دي. وهتلاحظ ان الفيديوهات بتاعت الكورسات اللي على المنصه دي محتواها عالي الجوده قوي كمحتوى نفسه وكتصوير، وان هم شغالين لك على الكورس ده بشكل احترافي كانك فعلا دافع فلوس. وطبعا يا صديقي زي ما بقول لك التعلم مجاني، وطبعا زيها زي المواقع اللي هنتكلم عنها النهارده كله اونلاين، فانت تقدر تحدد الاوقات اللي مناسب معاك انك تاخد فيها كورسات عشان لو عايز تخرج او تتفسح زي ما اتفقنا فده ما يجيش على حساب الخروجات بتاعتك. يعني مثلا ممكن اخرج طول النهار وبالليل ليا نص ساعه او ساعه هاخد عليها درس جديد في الكورس ده، ما هو براحتك بقى على الموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك وبتاخد وقت ما بتحب الحلقه الجديده من الكورس. والمنصه دي الحلو فيها ان اغلب الكورسات هتلاقيها كورسات من اللي بتساعدك انك تكون مؤهل لسوق العمل، فهتلاقي مثلا عليها كورسات عن رياده الاعمال زي كورس بيعلمك ازاي تتعامل مع العملاء واستراتيجيات خدمه العملاء، وكورس تاني بيعلمك ازاي تخطط للمشروع بتاعك وازاي يبقى عندك مهاره التخطيط دي بشكل احترافي، وهتلاقي كمان كورسات بتتكلم عن تطوير الذات زي التفكير النقدي واتخاذ القرارات، يعني من الاخر بيحسنوا من قدراتك في العمل وكمان من مهاراتك الشخصيه. لحظه واحده بس يا صديقي قبل ما اكمل، انا ملاحظ ان انا عمال اشرح لك واكلمك وانت حتى لسه ما عملتش لايك ولا عملت سبسكرايب. انزل يا صديقي اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان الفتره اللي جايه هنبدا نتكلم عن تطوير الذات والكورسات وحاجات كتير قوي هتفيدك باذن الله. واللايك بتاعك بيساعد ان الفيديو ده يوصل لعدد طلاب اكتر وعدد اشخاص اكتر، فانت بتشاركني في الثواب. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 66 عشان دي كلمه السر اللي هتعرفني مين صاحبنا اللي لسه مكمل معايا الحلقه لغايه هنا
ومركز معايا ومصحصح وعارف احنا بنقول ايه. رقم 3 يا صديقي، مهارات من جوجل. ما ينفعش اعمل فيديو زي ده وما اجيش اتكلم معاك عن مهارات من جوجل. دي خدمه منزلها لك شركه جوجل علشان تطور من الشباب وتطور من الطلاب، فبتقدم لك كورسات كتير انت محتاجها في سوق العمل بشكل مجاني، زي ازاي تاخد قرارات في حياتك، وازاي تقدر تختار الوظيفه المناسبه ليك، وازاي الوظيفه اللي انت تختارها تتقبل فيها ويكون فيك المميزات والمهارات المناسبه لكل وظيفه. وهتلاقيها بتقدم لك محتوى عن زياده الانتاجيه وازاي تكون انسان منتج بجد. ده غير طبعا اكتر كورسات هي متميزه بيها هي كورسات التسويق الالكتروني، وده مجال لوحده يكسبك فلوس وفلوس كويسه، ومش بيحتاج منك تخصص معين. يعني سواء انت خريج طب، هندسه، علوم، اداب، تجاره، تقدر تتعلم تسويق الكتروني وتشتغل في المجال ده وتاخد منه فلوس. اديك دلوقتي تقدر تاخده من مهارات من جوجل بشكل مجاني، وكمان تاخد شهاده معتمده. بس عشان اكون صريح معاك يا صديقي، هتلاقي في كورس منهم انا جربت بشكل شخصي، دخلت لقيت الكورس ده بالتعاون مع كورسيرا لقيته بفلوس تقريبا. ده الكورس الوحيد اللي بفلوس، لكن في كورسات تانية للتسويق هتلاقيها موجوده برضو على المنصه بس مش من كورسيرا، وهتلاقيها مجاني. انا بقول لك كده لان بحب دايما صديقي اكون واضح معاك وابقى موضح لك كل حاجه، عشان ما تدخلش تفكر ان كل حاجه مجانيه تلاقي في حاجه بفلوس فتقول يبقى طارق ضحك عليا. لا، هو ممكن تلاقي حاجه او حاجتين بس على مهارات من جوجل هي اللي بفلوس والباقي مجاني يا صديقي. وفي نهايه كل دوره طبعا بتاخد شهاده معتمده من جوجل. فتخيل معايا كده انا رايح اقدم على الشركه ومعايا شهاده معتمده من شركه زي شركه جوجل. دي لوحدها يا صديقي تعلم النسب قبولك. ده غير ان هم كمان بيعلموك حاجات زي السوفت سكيلز، المهارات الناعمه، المهارات اللي انت محتاجها في اي وظيفه هتقدم عليها عشان تتقبل وعشان يحبوك في الشغل معاهم. فانا بصراحه مش عارف انت مستني ايه لغايه دلوقتي. بص على اللينك اللي تحت في الديسكربشن، وما تنساش ان انا مجمع لك فيه كل الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده، سواء تيرا بوكس اللي اتكلمنا عنها او ادراك او مهارات من جوجل او الحاجات اللي لسه جايه. رقم 4 صديقي، منصه جميله جدا هي منصه رواق. ودايما تحس ان رواق وادراك الاتنين شبه بعض جدا، بيتميزوا هما الاتنين بواجهتهم السهله السلسه اللي اي حد داخل جديد يقدر يتعامل معاها، وبيتميزوا برضه بكورساتهم عاليه الجوده. وهتلاقي رواق بتقول لك انا منصه مخصصه لمين بالظبط، هتلاقيهم بيقول لك احنا مخصصين للطلاب الجامعيين، لانك ممكن تلاقي عندنا دروس ليها علاقه باللي انت بتدرسه في الجامعه بتاعتك، او بيطور من مهاراتك اللي انت محتاج تطورها وانت طالب. وهتلاقيه بيقول لك احنا برضه مخصصين للموظفين، انا شغال في مجال معين وعايز اتعلم اكتر عن المجال ده واتطور فيه. وبرضه مخصصين للناس اللي بتدور على شغل، لاننا هنديك كورسات تاهلك لسوق العمل وتخليك تتقبل في الوظائف. وكمان مخصصين لاخر نوع، وهم الناس اللي بتحب تتعلم حاجات جديده وتزود من المعارف بتاعتها. فلو جينا بقى بصينا على الكورسات اللي بتقدمها منصه زي منصه رواق، هتلاقي عليها كورس مثلا عن تعلم برامج الاوفيس كلها، اكسل وباوربوينت وورد وغيرها يا صديقي. وهتلاقيها بتعلمك حاجات زي التفكير الابداعي وازاي تفكر في حاجات كرييتيف وتكون انسان مميز. وكمان بتعلمك حاجات زي التخطيط الاستراتيجي والتسويق الالكتروني وكمان التجاره الالكترونيه. فمن الاخر المنصه دي جوده عاليه مجانيه باللغه العربيه، بتقدم لك حاجات كتير مهما كنت انت بقى طالب ولا بتدور على شغل ولا في وظيفه ولا عايز تتعلم حاجات جديده او ايا يكن. المنصه دي مناسبه جدا يا صديقي. وللمره الثالثه بفكركم كل الحاجات دي مجمعها لكم في لينك واحد بس موجود تحت في وصف الفيديو، الكلام المكتوب تحت الفيديو هتدور فيه هتلاقيني سايب لك لينك فيه كل الحاجات اللي اتكلمت عنها النهارده. رقم 5 يا صديقي واخر حاجه انا سبتها للنهايه لان شايف ان ده الكنز اللي بجد ومش كتير حاسس بيه، هو اليوتيوب يا صديقي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. ده هتلاقي عليه كورسات جرافيك، مونتاج، برمجه، حرفيا زي ما بيقولوا كده لبن العصفور هتلاقيه على اليوتيوب، سواء بالعربي بالانجليزي بالفرنساوي بالالماني باي لغه انت عايزها موجود على اليوتيوب. في ناس منزله دورات كامله، وفي ناس منزله يعني حاجات تتعلمها بعد كده تروح تاخد معاهم كورسات، وفي حاجات كامله بشكل مجاني، وفي فيديوهات بتلخص لك كل حاجه. زي مثلا اتكلمنا قبل كده عن فيديو ممكن ساعه واحده يعلمك مونتاج، او فيديو مثلا ساعه يعلمك حاجه زي الفوتوشوب بيعلمك الاساسيات، بعد كده تلاقي فيديو تاني بيعلمك ازاي تتطور فيها. فاليوتيوب يا صديقي كنز كورسات الناس مش مقدراه. اي حاجه يا صديقي واقفه معاك عايز تدور عليها جرب الاول انك تبحث على اليوتيوب. وحتى المحتوى لو بالانجليزي بتلاقي مكتوب سبتايتلز او كلام كده مكتوب بتقدر تترجمه فتفهم الشخص اللي بيتكلم ده بيقول لك ايه بالظبط. فللاسف يا صديقي بزعل لما بلاقي ناس كتير جدا متجاهله اليوتيوب ومش متابعه ناس على اليوتيوب تطور منها وتعلمها حاجات جديده. زي ما انت دلوقتي يا صديقي لسه ما تابعتنيش رغم ان انا جاي اقول لك ازاي تطور من نفسك. فتعلم يا صديقي، الحاجه اللي النهارده مجانيه مش هتفضل طول العمر مجانيه، بكره ممكن تبقى بفلوس، فاغتنمها دلوقتي والحق الفرصه دلوقتي. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك، عملت لي سبسكرايب جميل زيك، وفعلت زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو لسه مكمل معانا الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صاحبنا الجامد اللي كمل الحلقه دي للنهايه. اتمنى لك يا صديقي ان شاء الله اجازه لطيفه تطور نفسك فيها وتستغلها كمان في انك تخرج وتتفسح وترفه عن نفسك. اتمنى الفيديو يكون لطيف وخفيف وتكونوا استفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.